وقبل ما نبتدي يا أصحابي عايزاكم تروحوا بسرعة تعملوا اشتراك في قناة أنتي لومي، وكمان تعملوا لايك للفيديو وشير. ويلا النهاردة نشوف حدوتتنا بعنوان ايه. حدوتة النهاردة يا أصحابي بعنوان احترس من الذئب المفترس. كان يا مكان، كان في زمان ذئب عايش في غابة بعيدة بعيدة. الذئب ده يا أصحابي كان شرير، لكن كان بيمثل إن هو طيب على كل الناس اللي في الغابة، وكل الحيوانات كانت بتثق فيه وفاكرة إن هو طيب جدا، لكن هو من جواه كان بيضحك عليهم، وشايف إنه كده عارف يخليهم يصدقوه وعارف يكذب عليهم. أما الحيوانات اللي موجودة في الغابة دي في منتهى السذاجة، مصدقين إن أنا طيب. هو في ذئب يبقى طيب؟ أنا شرير، بس هما مش واخدين بالهم، وده بيخليني دايما أضحك عليهم. أنا جعان جدا النهاردة، لازم أتصرف وأشوف أي حيوان كده منهم ساذج أكله على الغدا النهاردة. ها ها ها. وفضل يا أصحابي الذئب يمشي في الغابة علشان يلاقي بس أي حيوان يضحك عليه، لكن طال بيه الوقت وعمال يدور وكل الحيوانات ما كانتش موجودة. يا ترى ما كانتش موجودة في الغابة ليه في المكان ده يا أصحابي؟ لأنهم في الوقت ده حتة حفلة اللي عاملها لنا الأسد دي. شكرا يا سعادة الأسد يا ملك الغابة، حفلة جميلة جدا يا أصحابي، ده أنا أكلت أكل النهاردة. امال انا بقى اعمل ايه؟ ده انا اكلت كمية موز النهاردة ما اكلتهاش قبل كده خالص. اما الاسد عامل لنا حتة حفلة النهاردة جميلة جدا جدا جدا، ده احنا الوقت عدى علينا بمنتهى البساطة والسهولة. بتشكروني على ايه يا اصدقائي؟ انا دايما حاسس ان انتوا عيلتي، ووجودكم هنا مهم جدا جدا علشان ابقى مبسوط. شكرا، انا اللي بشكركم اهو، لان انتوا موجودين معايا وحواليا. امال فين يا جماعة الذئب؟ مش شايفينه هنا معانا ليه؟ حد منكم بسرعة يروح يناديله علشان يستمتع معانا بالرحلة الجميلة والفسحة الرائعة اللي احنا عاملينها. أما حتة حفلة لازم يكون موجود عشان يستمتع هو كمان. والأرنب تطوع يا أصحابي إن هو يروح علشان ينادي الذئب عشان يستمتع معاهم بالحفلة والرحلة الجميلة الرائعة. يا ذئب يا ذئب، انت فين يا ذئب؟ انا عمال ادور عليك من الصبح. الاسد بعتني علشان ادور عليك، تيجي معانا تستمتع بالحفلة. حفلة جميلة جدا جدا على فكرة. حفلة قلتلي، وانا كنت عمال اسأل نفسي كل الحيوانات مختفية فين. طيب دي فرصتك دلوقتي يا ذئب، جه لحد عندك الارنب ده، خده واحبسه في الكهف بتاعك بسرعة علشان تاكله بعد كده. بقولك ايه يا ارنوب، ما تيجي معايا كده افرجك على الكهف بتاعي، ونقعد مع بعض شوية قبل ما نروح الحفلة ونستمتع بوقتنا. يلا يلا، لسه الوقت بدري، تعالى معايا. ماشي انا موافق، بس بلاش نتأخر. يلا بسرعة نقعد شوية عندك ونشرب حاجة في السريع كده، وبعدين نروح الحفلة عشان نستمتع بوقتنا. يلا ده كل الحيوانات هناك. ودخل يا أصحابي الأرنب المسكين مع الذئب جوه الكهف بتاعه، وما كانش عارف اللي هيحصل له. تعالى اتفضل يا أرنب، تعالى ما تعملش تكليف. الكهف بتاعك حلو خالص خالص يا ذئب. يلا بسرعة علشان نلحق الحفلة. أنا هتسحب من وراه وزقه جوه القفص عشان ما يعرفش يتحرك خالص، واخليه هنا لحد ما اشوف حيوان تاني عشان تبقى وجبة دسمة. الله، هو في ايه يا ذئب؟ انت حطيتني هنا في القفص ليه؟ ارجوك افتح لي، ارجوك افتح لي. انت عملت فيا كده ليه؟
افتح لك ازاي؟ ده انت الوجبة بتاعت الغدا بتاعتي. انت وهشوف حد تاني من زمايلك الحيوانات هيجي معاك هنا في نفس القفص. وخرج الذئب يا أصحابي عشان يدور على ضحية تانية، حيوان تاني من الحيوانات بتاعة الغابة اللي كانت بتثق فيه وفاكرة إن هو طيب، وما كانوش يعرفوا إن هو شرير. اما اشوف بقى مين دلوقتي من الحيوانات هيجي تاني عشان يحصل اخوه في القفص. وفي الوقت ده يا أصحابي مرت غزالة جميلة خالص، كانت يا دوب لسه مخلصة الحفلة ومعدية في الغابة من قدام الذئب. ايه يا ذئب، ما جيتش ليه الحفلة دي؟ كانت ناقصاك، كانت جميلة خالص، والأرنب راح علشان يناديلك ومرجعش هو كمان، انت ما شفتهوش؟ اهلا يا غزالة. لا ما شفتهوش ولا حاجة. بقولك ايه، طيب ما تيجي كده طالما لسه راجعة من الحفلة، تعالي كده اقعدي معايا جوه في الكهف بتاعي، ده هيعجبك قوي. هنقعد ونتبسط ونشرب حاجة كده ونفرفش. اقعدي معايا سليني شوية. وماله يا ذئب، انت برضو صديقي، ماشي يلا بينا، بس ما تأخرنيش عشان كده حاسة ان الدنيا قربت تضلم، يلا بينا. وعمل معاها يا أصحابي الذئب زي ما عمل مع الأرنب بالظبط، دخلها جوه الكهف وراح قافل عليها باب القفص. تاني حيوان ضحكت عليه. انتوا شكلكوا ساذجين جدا وبتصدقوا بمنتهى البساطة. هو انت هنا يا أرنب؟ هو برضه ضحك عليك وجابك هنا زيي؟ يا خبر يا خبر، ده بيقول ان هو هياكلنا. وللمرة التالتة يا أصحابي خرج تاني الذئب في الغابة عشان يصطاد حيوان تاني. واشوفكوا يا أصحابي من الجزء التاني من الحكاية، استنوني.